حابه اتكلم في حاجه كده مضايقاني شويه وممكن تكون مضايقه حد تاني غيري. خير، عاملين ايه؟ النهارده صاحيه. الحمد لله. مودي رايق كده عشان صاحيه بدري. بجد يا جماعه، لما بصحى بدري الموضوع بيفرق معايا قوي. بحس ان انا نشيطه كده وقادره اتحرك وعندي طاقه لليوم. اليوم اللي بصحى بقى فيه متاخر بحس ان انا عندي اكتئاب. بحس ان انا عندي خمول. مش عارفه يعني مش ببقى مبسوطه بصراحه خالص، مع ان انا بحب النوم جدا. بس لما بصحى بدري ببقى مبسوطه جدا وببقى عندي طاقه كده لليوم، وعندي يعني ايه، مودي بيبقى حلو ان انا اعمل حاجه يعني. بس فبغض النظر عن ان انا مبسوطه، بس حابه اتكلم في حاجه يعني هي مضايقاني شويه. آه، بس هتكلم معاكم فيها بقى باستفاضه كده. حابه اتكلم في حاجه كده مضايقاني شويه وممكن تكون مضايقه حد تاني غيري، مش عارفه. المهم في ولدين معروفين على اليوتيوب، اكيد كلنا عارفينهم. في واحد منهم ربنا رزقه ببنت. قبل ما تتولد عمل اشعه 5D. الدكاتره قالوا له ان هي عندها تشوهات، وان هي ما عندهاش انف. فسأل الشيوخ والعلماء وكده، قالوا له ايه، ممنوع الاجهاض، يعني الاجهاض حرام حرام جدا في الحالة دي. فكمل، والدكاترة قالوا له ممكن يبقى في امل ان يبقى ان ده ما يحصلش يعني، وان الفايف دي ممكن تبقى غلطانة ومش عارف ايه وكده. المهم اتولدت، وفعلا اتولدت بدون انف. ومش بس كده، لا ده طلع في مشاكل تانية. طلع مش موضوع ان هي ما عندهاش انف بس، طلع يا حبيبتي ان هي في حاجات كتير، عندها مشاكل كتير، ان هي مش بتعرف تتنفس لان عندها مشكلة في القصبة الهوائية. عندها حاجات بقى بدأوا يعرفوها كتير يعني. المهم ان فجأة الولد ده طلع وشرح المشكلة، وطبعا الموضوع انتشر على السوشيال ميديا. اللي ضايقني هنا بقى ان الناس بقت بتحلل كل حاجة على مزاجها. ان احنا بقينا شيوخ، بقينا فاهمين في كل حاجة. انا مش شيخة، انا مش في حاجات كتير قوي في الدين ممكن تكون فايتاني، في حاجات كتير قوي. انا برضو مش دكتورة ان انا احكم. فحتة ان احنا بقينا بنحكم على كل حاجة من وجهة نظرنا، واحنا اصلا مش فاهمين حاجة. فبقى كل حاجة اول ما اي حد ينشر اي حاجة بقينا بنحلل كل حاجة بمزاجنا. طب احنا معناش دليل، احنا مش معانا دليل. اول ما البوست نزل كل الناس اتكلمت عن ان الشيوخ دي مش بتفهم، ان هم هيتحاسبوا. انا ما عنديش مشكله ان يكون الشيوخ غلط، ما عنديش مشكله ان هم تمام، هم غلطانين، هم بس انتوا بتتكلموا على اي اساس؟ ما انتوا برضو لازم يبقى معاكم دليل. يعني هو صاحب الشأن نفسه ما تكلمش على الجزئيه دي، لان اي حد لو محطوط مكانه مش هيبقى عايز يجد. على فكره هو لو عايز يجد كان اجهض، لكن هو برضو هو عنده امل ان هي تتولد. ما هو اصل يعني ايه، مجرد ما الواحدة بتبقى مثلا ربنا رزقها بطفل او كده، حتى لو بتبقى عارفة ان هو عنده تشوهات، مفيش حد. يعني انا نفسي الناس اللي بتتكلم دي تحط نفسها مكان الاشخاص دي ولو لحظة. اللي هو طب انتوا بتتكلموا على اساس ايه؟ انتوا اتحطيتوا في نفس الموقف، انتوا بتتكلموا ان الولد نزل البوست انا بنتي حصل 1 2 3 والشيوخ قالوا لي كذا، او الدكاتره. انا مشكلتي، أنا الله اعلم مين صح ومين غلط. انا مشكلتي مش مع الدكاتره صح او الشيوخ صح او غلط او كده. انا بتكلم على ان الناس بقت بتحلل كل حاجه من غير ما تحط نفسها في نفس الموقف، من غير ما يكون معاها دليل. في ناس بتقبل بكده، في ناس هي راضيه بكده، هو راضي ان بنته تيجي بالتشوهات. اصل ده بيبقى ابتلاء من ربنا، وربنا هو اللي سبب الاسباب دي. ربنا لو مش رايد ان يحصل كده ما كانش حصل كده. فيمكن ربنا بيحبه فابتلاه. يمكن يعني هو راضي بكده ربنا. انتوا بتتدخلوا ليه؟ بتقولوا ليه لا الشيخ كان المفروض يحكم بالاجهاض؟ ايوه، احنا على اي اساس بنقول كده؟ هو ربنا خلقها بدون انف، عندها مشاكل كتير.
قالوا للدكاتره ان هم يشيلوها من على الاجهزه الصناعيه. هو ربنا رايد لهم ان هي تيجي الدنيا، وهو برضو دي يعني دي هدايه من ربنا وقادر ياخدها. ما هو قادر ياخدها بدون اجهاد وبدون اي حاجه، ولو مش عايز ياخدها هيبقى زي ابتلاء كده من ربنا او هدايه من ربنا ليهم. فاحنا ليه نحكم؟ الاجهاض دي مش حاجه سهله خالص خالص على فكره. يمكن اللي بيتكلم ما يعني ايه شايف الموضوع من وجهة نظره وهو قاعد في بيته، فلا انا قررت ان انا هحكم على الموضوع كده. انا ما عنديش مشكله. يعني انا مش بقول الدكاتره صح، على فكره انا ما اعرفش مين اللي صح ومين اللي غلط. يعني انا مش عارفه هل الدكاتره هم اللي صح ولا الشيوخ هم اللي صح، هل الدكاتره هم اللي غلط ولا الشيوخ هم اللي غلط. على فكره الدكاتره برضو قالوا له ان ممكن تتولد يعني كويسه، او ممكن يبقى مش ان هي كمان تتولد كويسه، ان هو ممكن يبقى في علاج، وهم ما لقوش علاج. هم لو عايزين ان هم يجهدوا من الاول كانوا اجهدوا. المهم ان انا مشكلتي هنا مش بس عن الموضوع ده. انا بقيت بجد الموضوع ده بقى بيضايقني جدا على السوشيال ميديا، ان هو اول ما بنلاقي حاجه نازله ترند احنا بنحكم عليها من غير ما يبقى معانا اي حاجه ولا اي دليل. من فتره كده كان في ترند نازل عن يعني مش عايزه اتكلم في تفاصيل، بس عن مش عارفه واحده ولد اتحرش بيها وحصل 1 2 3. ساعتها انا اللي اتضايقت منه جدا ان الناس بقت تهاجم شخص معين من غير ما يبقى معاهم دليل. الناس ايه حبت تدافع عن الولد عن البنت، فبقت ايه لا الولد غلطان، لا البنت غلطانه. انا مش بدافع عن الولد 1%، يعني انا مش بدافع عن الولد 1%، لان ده يعني انا ضد طبعا التحرش، ما فيها يعني ما فيهاش كلام. انا مش محتاجه اقول ان انا ضد الكلام ده. ده غير ان انا بنت، عندي اخوات، عندي اهلي، عندي مامتي، ما ينفعش ان انا ادافع. بس انا بحب قوي ان انا يبقى معايا دليل عشان اعرف اتكلم. طب ما يمكن البنت دي كدابه، ما يمكن الولد هو اللي كداب، ما يمكن اي حاجه في اي لبس في الموضوع. فما بحبش اتكلم ولا افتح بقي، بحب اتابع الموضوع من الاول للاخر وبعد كده احكم. بعد كده مش عارفه طلع ان الولد هو اللي مش غلطان والبنت هي اللي غلطان، برضو مش مشكلتي. انا ما عنديش مشكله في الموضوع نفسه اللي غلطان ومين اللي مش غلطان. انا اكيد اكيد في شخص غلطان اكيد، بس بحب اتكلم جدا وانا معايا دليل يعني ايه قوي كده ان انا اقدر. اصل السوشيال ميديا دي مجرد ما انت بتكتب حاجه الناس بتصدق يعني. فانا مثلا هنزل البوست عندي او هاخد البوست عندي فهقول لا ده الولد غلطان والبنت مش عارف ايه وكده، فخلاص الموضوع هينتشر والناس هتصدق بعض. احنا كده في السوشيال ميديا، انا واحده من الناس مجرد ما بشوف بوست مثلا بصدقه وباجي اشوف بوست تاني اروح برضو لا يا جماعه. ما احنا ما ينفعش ان احنا كل حاجه بتطلع ترند ايه اللي هو بقى نفضل نكتب عنها صح وازاي عمل كده ومش ازاي عمل كده. لا طب ما نشوف الموضوع، نشوف دليل للموضوع. انا عايزه دليل ينزل وبعد كده ادافع براحتي واكتب بقى. اصل السوشيال ميديا دي حاجه بتاثر على الناس مش حاجه وخلاص. هو ده بقى اللي بيضايقني، ان الناس بتصدق اي حاجه، وهو ده اللي بيعمل هو ده اللي بيكبر المواضيع وبيخلي الحاجه تبقى ترند وكده، واحنا اصلا مش عارفين هي صح ولا غلط. على فكره يا جماعه انا ما عنديش مشكله خالص 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 في حريه الراي. انا واحده من الناس لما بنزل بوست ممكن اكتب وجهه نظري. يعني انا مش هقول لكم ان انا مش بكتب وجهه نظري، ساعات بكتب وجهه نظري، بس بكتب ايه، بكتب وده من وجهه نظري، او بكتب مثلا الله اعلم بالحقيقه. مش بيبقى عندي اقتناع تام زي الناس اللي بتنزل لا ده غلط ده صح وبنحكم على الحاجه كاننا احنا يعني كأن احنا اللي جوه الموضوع، واحنا اصلا ما نعرفش حاجه، احنا ما نعرفش تفاصيل الموضوع، احنا ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع. بس لا احنا هنكتب عن الموضوع ان هو غلط وان هو صح وهنحلل بمزاجنا. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.